ازيكم؟ هنعمل كيكة التريليتشيا التركية بطريقة لذيذة. 4 بيضات وفانيليا وكوباية سكر بالتدريج. بعد كده 1.5 كوباية دقيق، معاها معلقة كبيرة نشا، مع معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح. نحطها على البيض والسكر. بعدين هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، الرف الوسطاني 40 دقيقة تقريبا. كوبايتين لبن حليب، معاهم كوباية لبن مكثف، معاهم نص كوباية لبن بودر وفانيليا. 150 جرام كريم شانتيه مع كوباية لبن ساقع أو مية ساقعة. كوباية سكر نكرملها ونحط لها معلقة زبدة ونص كوباية مية ونص كوباية لبن معاها معلقة نشا والفانيليا. هنعمل في الكيك كده خروم بالخشبة كده، ونسقيها بقى كمية اللبن اللي عندنا كلها، اللي هي حوالي 3 كوبايات ونص. وبعدين هنحط عليها الكريم شانتيه بتاعنا بعد ما عملناه، وبعدين نحط الكراميل بعد ما برد خالص، وبعدين خطوط عرضية بالكريم شانتيه كده، وبعدين بالخشبة نعملها بالشكل ده. جميلة قوي وهشة، وألف هنا، وباي باي.